السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ النهاردة ان شاء الله فيديو جديد، هنعمل مع بعض وصفة سهلة جدا. هنعمل مع بعض الكانيلوني بطريقة كده سهلة وبسيطة، ومش هتاخد وقت خالص معاكي، وطعم تغيير كده عن المكرونة البشاميل العادية او اللازانيا، بطريقة بسيطة وسهلة ومش بتاخد وقت خالص. يلا بينا على الفيديو، بس ما تنسونيش في اللايك. اول حاجه كده حطيت الطاسه بتاعتي على النار، فيها معلقتين من السمنه او الزبده، وحطيت بصله كبيره يا دوبك بس شوحتها شويه كده، ونزلت بثلاث اربع فصوص توم مهروسين يا دوبك هيغيروا اللون. هنزل باللحمه بتاعتي، هقلبهم كده كويس جدا، واول ما اللحمه تغير اللون بتاعها هنزل بالتوابل بتاعتي، ملح وفلفل وزعتر وريحان. لو عندك الزعتر فريش والريحان فريش يبقى حلو قوي. انا اللي عندي كان ناشف فحطيت الناشف. بس كده هقلبهم بقى كويس جدا، وهنزل كمان معايا بكوبايه صلصه طماطم، وهسيبها بقى تتسبك كده وتاخد وتدي مع بعض تقريبا بتاع 7 دقايق، وبعد كده هطفي عليها. هنيجي بقى نعمل البشاميل بتاعنا. حطيت 4 معالق من الزبده على 4 معالق من الدقيق، وحمصتهم شويه كده لحد طبعا ما الريحه بتاعه الدقيق ظهرت كده. وهنزل عليهم ب4 كوبايات من اللبن. عايزه بقى تزودي قشطه، عايزه تزودي اي حاجه، جبنه كريمي، جبنه موتزاريلا، براحتك. انا حطيت الملح والفلفل ورشه جوز الطيب وخلاص على كده، وقلبتهم كده. اول ما هتبقبق كده معايا هروح طافيه النار. هنيجي بقى على الطاجن بتاعي، حطيت كده كبشتين من البشاميل، وهبتدي بقى احشي المكرونه بتاعتي اللي هي الكالينوني. هحشيها كده باللحمه. انا هنا نسيت احط ازود رشة بشاميل، لحمة مفرومة كده، هبتدي احط كده معايا حاجة بسيطة كده، وبعدين هبتدي اكمل. لو عندك بقى الكيس اللي هو بتاع الحلواني تقدري تمليه برضو، وهيبقى اسهل من كده. انا ما كانش عندي صراحة، فحشيتها كده بالمعلقة. هنزل بكمية بقى البشاميل اللي فاضلة كلها، وطبعا مولعة الفرن على 180 درجة. هي بتاخد تقريبا من 30 ل 40 دقيقة، وبعد كده بغطيها. بصوا بالموتزاريلا، كمية حلوة كده يعني من الموتزاريلا عشان تشد معانا وتبقى حلوة. وهغطيها بالفويل وادخلها الفرن، هسيبها شوية كده يعني 30 دقيقة، وبعد كده هشيل الفويل من عليها علشان تاخد لون. بس كده، وهتطلع معايا طعمها حلو جدا وجوسي وتغيير زي ما قلتلكوا. تقدروا تجربوها، وما تنسونيش بقى في اللايك وفي الشير والاشتراك في القناة اللي لسه ما اشتركش في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.